السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا النهاردة فراخ مشوية في الفرن. عملناها بطريقة سهلة وبسيطة. عملنا لها تتبيلة حلوة قوي، خليتها طرية من جوه وطعمها كان خطير. اهي شايفين الفراخ دايبة مستوية. شايفين الجمال اللي قدامنا ده كله. عملناه بطريقة سهلة جدا، وعملنا كمان جنبها رز مبهر، طعمه كان جميل جدا. شايفين الفراخ دايبة جدا يا جماعة، مستوية على الآخر. والرز كمان كان حكاية. اهو شايفين مستوي ومفلفل، لونه كان جميل وطعمه كمان كان جميل جدا. تعالوا بقى نشوف الطريقة. كوباية من الزبادي، ضفت عليها معلقتين كبار من صلصة الطماطم، معلقتين كبار من الكاتشب، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر، عندي نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من البابريكا، 3 معالق من الزيت، وعندي كمان نص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وعندي عصير ليمونة. هقلب التتبيلة الجميلة دي كلها مع بعضها. الفراخ اهي انا كنت غسلاها ومصفياها كويس جدا من المية. هبدأ اعمل فيها فتحات كده علشان التتبيلة تدخل جواها وتتشرب منها وطعمها يبقى جميل. على فكرة التتبيلة دي كانت مطرية الفراخ جدا زي ما احنا شايفين كده. هبدأ اعمل فيها نغزات كده من كل ناحية اهو. هتبلها بقى كلها بالتتبيلة كويس جدا من جوه ومن بره زي ما احنا شايفين، وهحاول ادخل التتبيلة جوه الفتحات اللي احنا عملناها ومن تحت الجلد كمان. هغطي بقى الفراخ وادخلها التلاجة حوالي 4 ساعات، وكل ما تقعد اكتر كل ما يبقى طعمها احلى. بعد ال4 ساعات جبت مية مغلية، حطيتها في صينية كده بالشكل ده، وضفت عليها 4 وحدات من الحبهان وعود من القرفة الخشب. جبت بقى شبكة رصيت عليها الفراخ بتاعتي بالشكل ده، وكنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. هدخل بقى الفراخ واسيبها عشان تستوي. تعالوا بينا نعمل الرز. معلقتين كبار من السمنة، ضفت عليهم ورقتين من اللورة، مكعب مرق الدجاج، عندي كمان عود من القرفة الخشب، وعندي حبهان، وعندي كمان قرنفل، وعندنا نص معلقة صغيرة من الكركم. هقلب البهارات كلها مع السمنة لحد ما ريحتها تطلع. وهكون غاسلة 3 كوبايات من الرز ومصفياهم كويس من المية، وهبدأ أنزل بيهم على التوابل والبهارات بتاعتي. هيتشوحوا كويس جدا مع بعض، وبعدين هنزل عليهم ب3 كوبايات من المية المغلية زي ما احنا شايفين كده. هظبط بقى الملح اهو، وهسيب الرز على نار عالية لغاية ما يشرب ميته، ونهدي عليه النار خالص. هنا خلاص كان الرز شرب ميته. قبل ما نهدي عليه بقى ونوطي النار خالص، جبت حوالي اقل من ربع معلقة صغيرة من بودرة الزعفران، ضفتها على 3 معالق من المية المغلية، ونزلت بيهم كده على الرز علشان يديني اللون الاصفر الجميل اللي هتشوفوه دلوقتي اهو. هقلب الرز كويس جدا وهدي بقى النار وهسيبه يستوي على نار هادية. هنا بعد ما استوى شايفين لونه حلو جدا، ريحته كمان كانت خطيرة. خلاص كده الرز استوى، هنطفي عليه. وخلاص كمان كانت الفراخ استوت بعد 1:15 بالظبط. شغلت الفراخ الشواية قبل ما اخرجها على طول من الفرن. طلعت بالجمال اللي احنا شايفينه ده. شايفين شكلها حلو ازاي، وطعمها كمان كان في منتهى الجمال. عملنا اكل مطاعم في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. عملناها بتتبيلة خطيرة. الفراخ كانت مستوية وجوسي، والرز كان مفلفل، وطعمه كمان كان خطير. يلا جربوا الطريقة، وإن شاء الله الطريقة سهلة بسيطة وهتعجبكم. وإن عجبكم الفيديو لايك وشير.